لو حضرتك مسكت وزير اقتصاد، اول قرار تاخده ايه؟ اول قرار الحد الادنى والحد الاقصى للدخل وليس للاجر. تفرق، لان احنا اللغه العربيه مطاطه. انا راجل فقي بقى دين، فاللغه العربيه مطاطه. تقولي له للاجر يقول لك ما هو ده الاجر الاساسي، انما عندنا بدل تمثيل وبدل انتقال وبدل استقبال وبدل استهبال وبدل ما حد تاني ياخدهم وبدل فقر وبدل اي كلام فارغ، يطلع 6 طن حلو قوي، بدل استهبال وبدل ما حد تاني ياخدهم. طب ما في بدلات كده، يقول لك بدل ما حد تاني ياخدهم يا باشا ناخدهم. ده افكار لسه، هو دي المشكله. بكلم حضرتك جد والله. فاحنا الصح هنا ناخد حد ادنى للاجور بس حد اقصى للدخل، يبقى كلام لغه عربيه مقصود. ممنوع واحد في جمهوريه مصر العربيه في الحكومه، في القطاع العام، قطاع الاعمال، الوحدات المحليه، الهيئات الاقتصاديه يتقاضى اكثر من 42,000 جنيه. هيقولوا الكفاءات طارده، نقول له يا باشا معلومه مني بقى، لا يوجد في مصر كفاءات لسبب بسيط. لو في كفاءات خلينا